وانت بتتكلم بالانجليزي هتلاقي نفسك بتستخدم جمل طويلة زي دي، ويمكن جمل اطول كمان، ودول بيعملوا لك مشكلة، صح؟ المشكلة دي حلها هيكون بتكنيك بسيط اسمه thought groups. بكل بساطة قسم الجملة بحيث انها تديك اجزاء كاملة سواء كافكار او كقواعد. وقف للحظة بين كل جزء والتاني وحط ستريس او اضغط على الكلمة الاهم في كل جزء وانت بتتكلم. خلينا نطبق ده على الجملة اللي قلتها لكم في بداية الفيديو. بعد ما اقولها وقفوا الفيديو لثواني وجربوا ده بنفسكم. I really enjoyed the movie but the ending was a little disappointing. دلوقتي شوف انا هطبق التكنيك دي ازاي. I really enjoyed the movie but the ending was a little disappointing. طب ليه نعمل ده؟ أول سبب هو إن التكنيك دي هتساعدك تتكلم بطلاقة أكبر، لأنك مش هتفضل تقف بين كل كلمة والتانية. والسبب التاني هو إنها هتديك فرصة تتنفس وإنت بتتكلم بشكل طبيعي، وإنك تتكلم زي ما بنعمل في العربي بالظبط من غير ما نقف. والسبب التالت هو إنها بتدي فرصة للمستمع إنه يركز معاك ويسمع ويستوعب كل حاجة إنت بتقولها. جربوا تطبقوا التكنيك دي على الجمل الجاية دي. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا عليه لايك وتعملوا متابعة لصفحتنا عشان تستفيدوا بالمحتوى اللي احنا بننزله عليها.